نستغير افعل اللواء ما لدنيا قد علمنا نغني بصراط داء فليعد الشعب مجده انصرك من الدماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تحية لرفاع الكرم وشعب مصر الذين قادوا هذا الجهاد المبارك، بل كانوا من افضل المجاهدين ومن افضل الذين دعوا الى الله عز وجل وامروا بمعروف ونهوا عن منكره بغير منكر. والان نحن نشر الثمره، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. الله اكبر. بسم الله الملك الحق كان الوزن القبلة كان الوزن فاسد. أيها الأحباب، إنما هي عبارة عن مشاعر وعبارة عن خرجات تتولد من فرحة انتصارنا على الظلم وعلى هذا الطغيان الغاشم الذي دوّق سماءنا وأرضنا. وبفضل الله تعالى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. هذه رسالات. الرسالة الأولى أوجهها إلى الشعب الكريم وفي مقدمتهم ثوارنا في التحرير أنهم ضربوا المثل الأكبر وغيروا التاريخ عبر زمانه في مصر. يا إخواننا في التحرير، يا إخواننا في التحرير، يا إخواننا في التحرير، يا إخواننا في التحرير، يا إخواننا في التحرير. هؤلاء الناس الذين قادوا هذه الشرارة المباركة لنقول للعالم لسنا أناسا ضرب الذل وضرب الخضوع كما كتبوا عنا، ولكنها انتفاضة سلمية مباركة، انتفاضة أخذنا فيها قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الجهاد عند الله أو أفضل الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر. أما الرسالة الثانية الذين أجبروهم ونصروهم وآووهم في كل حدث وصوب من مثلنا، هؤلاء نشد على أيديهم ونقول لهم: لقد علمتمونا العزة والكرامة، ولقد علمتمونا معاني الرسولة بعد أن نسيناها. شعبي مصري الحكماء، شعبي مصري الحكماء، لازم نعيش مرفوع الراس، لازم نعيش مرفوع الراس، لازم نعيش مرفوع الراس، لازم نعيش مرفوع الراس. شعبي مصري الهوية، شعبي مصري الهوية، لازم ترجع الحرية، لازم ترجع الحرية. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، واحنا الواصل الكفاح، واحنا الواصل الكفاح. اما الرسالة الثالثة فهي لشهدائنا في التحرير وفي الكويت وفي الاسكندرية وفي العريش وفي الفيوم وفي كل مكان التي سالت دماؤهم الطاهرة، ونحسبهم عند الله شهداء، بل هم افضل الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الشهداء حمزة، ورجل قام عند امام جائر فامره ونهاه فقتله فهو شهيد. اما الرسالة الرابعة
رسالة لنا أن الشيء الذي فعلناه والظلم الذي أسقطناه هذا هو الأمر السهل، أما الصعب فسيأتي الآن. اسمع إلى قوله تعالى عندما تكلم عن التمكين على لسان موسى وكلم قومه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآن هو وقت العمل، بل الآن هو يوم المرحمة نتراحم فيه فيما بيننا، نتراحم فيه مع بعضنا ومع الذين اختلفوا معنا حتى ولو كانوا تجاه سلطة أو من يسعون وراء سلطة زائلة أو كانوا من أبناء الشرطة. ايدك في ايدك يا الله شاف، ايدك في ايدك يا الله شاف، بالإيمان هنخط الصعب، 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 بالإيمان هنخط الصعب. ايدك في ايدك يا مالك، ايدك في ايدك يا مالك، الحرية في الولاء. اليوم يوم المرحمة، يوم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة عند فتح مكة عندما قال اليوم يوم المرحمة، بل قال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة. الذين اختلفوا معنا فتشملهم عباءتنا التي هي عباءة الإسلام التي شملت المخالفين والمؤيدين بل حتى شملت غير المسلمين. ناخذ هذه الروح الإيجابية بالتحرير وفي كل مكان التي دعت إلى التكافل ودعت إلى التحاب بين المؤمنين، نغير بها بلدنا ونسلسل بها عروش الظالمين. والله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر الظالمين، والله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر. Oh